السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين جمال البامية المطبوخة كده الخفيفة وريحتها تحفة جميلة قوي قوي يا جماعة، ولا جمال الطشة كده هي نازلة على البامية كده، ريحة وطعم فظيعة فظيعة. عايزة اقول لكم كده لما بتتغرف كده في الطبق، شايفين لونها ولون التسبيكة مظبوطة، حتى وهي طالعة من الفرن سخنة كده وجميلة وكده وبتشكشك. ولا البامية كده وانا باخدها بالمعلقة على الرز بالشعرية بتوديكي في طعم تاني، ريحة وطعم تحفة يا جماعة. جربوها وتدعولي. اول حاجة يا جماعة كده هنصلي على النبي وتعالى كده نشوف الوصفة كده كاملة. اول حاجه انا جبت الحله بتاعتي على النار، حطيت فيها كده ايه، ربع كوبايه من الماده الدهنيه اللي هو الزيت، يفضل يكون ماده دهنيه ريحتها حلوه، اذا كانت سمنه بلدي او زيت. تمام. بعد كده حطيت لها قطع من الدهنه اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي الجميله اللي تبقى دهنه كده ناعمه وحلوه، قطعتها بالسكينه عشان تسيح معايا. جبت بعد كده بصلايه متوسطه، اللي ماشيين بالميزان نقول كده هوت يعني ايه، في حدود كده 150 جرام. ورحت بعد كده جبتها وغسلتها حلو وابتديت اقشرها وابتديت اخرطها ناعم. طب انت بتخرطيها ناعم ما بتضربهاش في الكبه ليه؟ ما بحسهاش، بحس لو ضربتها في الكبه هتنزل الميه بتاعتها. انا عايزه كده اخرطها تخريط ناعم بالسكينه، بتدي طعم احلى وبتدي تسكيره جميله. تمام. ده سر من الاسرار اللي هما ايه الشيفات بتوع الافراح في طبيخ الباميه، لو انت عايزه تطبخي باميه حلو. انا بقولك انا معليه النار عادي، انا لسه مش ههدي النار، خلي بالك من الخطوات ديت. تمام. بقولك الدهنه دي هتسيح معايا كده مع التقليب. فضلت اقلب فيها كده اهوت وسبتها على النار عاليه عادي، وابتديت جبت لها 4 فصوص توم ورشيت عليهم رشه ملح، وابتديت ادق فيهم في الهون. الملح ليه؟ بيساعد ان التوم بتاعك ينعم ويبقى جميل زي ما انت شايفاه كده. جبت التوم بتاعي وزي ما بقول لك كده البصله يدوبك تدبل، انا مش عايزاه البصله بتاعتي تغمق، مش عايزه الصلصه بتاعتي تبقى تقيله عشان غلط على المعده. لو لون البصله غمق الصلصه هتغمق معاكم مش هتبقى حلوه. تمام. اللون كده يدوبك كده تدبل البصله تبقى تطلع تسكرتها. بعد كده نزلت كده بنص التوم بتاعي، يعني فصين توم، وسبت التوم التاني هقول لكم ليه. حاطين كده فصين توم كده اهوت، ندقتهم وحطيتهم يا دوبك قلبت تقليبه، وبعد كده نزلت زي ما انتم شايفين كيلو عصير طماطم. ده كيلو طماطم انا جبته وغسلته وشلت القمع بتاعه، اهم حاجه اغسلها حلو واشيل القمع بتاع الطماطمايه، وبعد كده قطعتها وضربتها في الخلاط وصفيتها حلو من القشر، لازم تصفيها. بعد كده غطيتها على النار، غطيت كده الحله بتاعتي وسبتها كده 5 دقايق تتسبك، انا عايزاها توصل كده. بعد ما اتسبكت زي ما انتوا شايفينها على النار عاليه عادي وخليت بالي منها، حطيت لها نص معلقه من الفلفل الاسود ومعلقتين صغيرين من الكزبره الناشفه ونص معلقه من الكمون، دي البهارات بتاعتنا. معلقتين صغيرين من معلقه البهارات ملح. تمام. الملح ده حسب رغبتكم، بس المقادير ديت تمام، ديت على قد الطبخ. بعد كده كان عندي شوربه في الفريزر، طلعتها. لما يكون عندي شوربه يا جماعه ببتدي اغليها واسيبها تبرد خالص، وبعد كده بحطها في كيس وعينها في الفريزر بعد ما بتبرد خالص. ولما اجي اعمل اي طبخه من غير اللحمه ببتدي ايه احطها. الشوربه دي قد ايه؟ الشوربه ديت لتر من الشوربه، يبقى لتر عصير طماطم عليهم برضو لتر من الشوربه. مفيش شوربه حط ميه عادي. بقول لك النار انا غطيت عليها وهسيبها على النار عاليه عادي. اول ما تغلي كده اهوت يا جماعه، مش هتاخد منك 5 دقايق، الصلصه بتاعتك هتغلي مع الشوربه اول ميه قلنا. بعد كده جبت الكيلو من الباميه، ده كيلو من الباميه انا جبته وغسلته حلو. بعد ما غسلته شوف الترتيب، بعد ما غسلته رحت حطاه في مصفى، وتحت المصفى طبق، وسبتها تنشف كده براحتها. بعد ما نشفت براحتها ابتديت اقمعها. تقمعها ازاي؟ قلت لك شلت الجزء العلوي كده بالسكينه، والحته اللي تحت برضو شلتها من السكينه، وجيت كده من الجنب شقيت شقه بسيطه. ليه؟ عشان عايزه الصلصه تدخل جوه كده اهوت وتدي طعم للباميه. ده الترتيب. طب ايه الماده المخاطيه اللي احنا بنسمع عنها؟ لما انت الاول بتغسلي بتقمعي الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وبعد كده تيجي تغسليها بتعمل ماده مخاطيه. تمام. تمام. دلوقتي انا حطيت الباميه بتاعتي وبقول لك على النار بتاعتي اللي ههدي النار، يعني هخليها تاخد غلوه وهدي النار، وهسيبها كده هوت لغايه ما تستوي معايا. استوت معاكي قد ايه؟ يعني نقول كده في حدود كده هوت نص ساعه كده على نار كده متوسط وعيني عاليه. طب هنعرف ازاي انها استوت؟ هنجيب واحده كده، بقول لك شايفه الباميه بتاعتي ما اتهرتش وجميله ازاي وماسكه روحها. هنجيب واحده ونضغط عليها من النص ونعرف انها استوت. اول ما اضغط عليها بصبعي كده وتفتح معايا اعرف انها كده استوت. تمام. اوعي تهريها، يا دوبك كده بقول لك تجيبي الباميه بتاعتك بعد نص ساعه والنار بتاعتك تكون وسط، وتروحي ضغطه عليها كده من النص كده تلاقيها فتحت معاكي يبقى كده استوت. انا بقول لك شايفه شكلها لونها اخضر وجميل وصلصتها كده مظبوطه ازاي، مش تقيله مش خفيفه، لا زي ما الكتاب ما بيقول. شايفه الباميه
تنسوش لو وصلتوا معايا لحد هنا تعملوا لي لايك عشان يرفع معايا الفيديو. جميله يا جماعه، عايزه اقول لكم تحفه، وده السر من اسرار الطبيخ الباميه اللي انا بطبخه على طول، يعني بشكره في الباميه بتاعتي. طبعا انتوا الباميه بتاعتكم بتيجوا تعملوها ولادكم ما بيحبوهاش عشان انتوا ما بتعرفيش تظبطي الصلصه بتاعتك ومقدار البهارات بتاعتك، فلازم تخلي الصلصه بتاعتك تكون مظبوطه. يعني كيلو الباميه هتحط عليه كيلو من عصير الطماطم، ما بحط الصلصه انا يا جماعه، وبرده هياخد معاكي لتر ميه او لتر شوربه. عندك لحمه خير وبركه او شوربه فراخ خير وبركه، تمام. بس خلي بالك شوربه الفراخ بتخلي لون الصلصه بيضه، تمام، اما اللحمه بتخلي شوربتها حمراء وحلو. بعد كده جبت بقيه التوم اللي هم الفصين التوم الكبار اللي انا قلته لكم، وجبت معلقه سمنه بلدي حلوه، وعملت الطشه بتاعتي. يا دوبك التومه خدت لون، حطيت معلقه كزبره ناشفه، وابتديت بعد كده اقلبها. اول ما خدت اللون نزلت عليها بالباميه يا جماعه، كنتش لسه طفيت. وزي ما انتم شايفين خدت بقيت كده، نزلت الطاسه وخدت بقيه الصوص في ايه في التومه بتاعتي ونزلت عليها. وبقول لك شكل الباميه بريحتها والله قلبت العماره، بجد تحفه. بعد كده على طول اديتها تقلبتين وطفيتها على طول، انا طفيت ببتدي اغرفها كده. دلوقتي احنا طبخنا الباميه دي، الباميه المطبوخه، شايفه مفيش فرق، شايفه لونها جميله جدا. لو عايزه اعمل طب عايزه احطها في الفريزر، كنت عامله فيديو قبل كده انا ازاي هتحفظها في الفريزر وتطلع معاكي خضرا. طيب دلوقتي احنا كده طبخناها وهنقدمها في الطبق وتتاكل كده زي الفل. عايزه اعملها طاجن، اول ما كده بقى طاجن بقى بروح شايله بقى كده الباميه بتاعتي استوت، اشيل الحله بتاعتي من على النار واجيب البايركس بتاع الصينيه، بايركس اي حاجه عندي تكون نظيفه وناشفه، وابتديت اصب فيها الباميه بتاعتي. شايفه بقول لك لونها وطعمها مش مهريه، سليمه ازاي وفي نفس الوقت مستوي. صبتها في الصينيه بتاعت او البايركس بتاعي، وحطيت قرن فلفل كده يدي جمال كده ويدي طعم، وشرحتين كده من الليمون. باميه يعني ليمون، وبالذات لما تتساب تاني يوم كده وتعصري ليمون كده طلعها من التلاجة تبقى فظيعه. رحت مدخلها الفرن في الرف الاوسط اللي انت شايفاه، وما شغلت الشوايه ولا اي حاجه. 10 دقايق بالظبط هلاقيها اتسبكت كده اهوت وخدت ودت من بعض. لو انت عايزاها طاجن، لكن لو عايزاها مطبوخه هتغرفيها على طول زي كده في الطبق. طلعتها كده ما كملتش كده بقول لك نص ساعه، وطلعتها زي ما انت شايفاها بتشكشك وجميله ازاي، بجد تحفه. ولا الباميه بتاعتها سليمه ولون الصلصه تحفه يا جماعه بجد. دي طريقه طباخين الافراح في الباميه، والله ما حد بياكلها لما بيشكر فيها ويقول لي انت عاملاها ازاي. ايه السر؟ السر في مقدار الصلصه، في شربتك، في توابلك. بعد كده تعالوا بقى ناكلها بقى كده بايه، بحبه رز بالشعريه. لو وصلت معايا للفيديو ده ما تنسيش بالله عليكي تعملنا لايك وشير عشان ايه الفيديو بتاعنا يرتفع وكل الناس تستفاد. كلته كده بالرز بالشعريه، وتعالوا بقى ناكلها بالعيش. اللي عايز بقى ياكلها بعيش وجنبها عصير الليمون وفلفل مخلل كده، جميله جدا، وجبه اقتصاديه وجميله. شايفه الباميه سليمه ازاي في نفس الوقت مستويه، والطعم الصلصه داخل جواها. تعالي نقدمها في صينيه كده اهوت، الصينيه بتاعتنا كده لاولادنا كده، وجبه اقتصاديه من غير لحمه ولا فراخ، جميله جدا. هنقدم طاجن الباميه كده جنب الرز بالشعريه كده، وكان طبعا البتنجان المخلل ابو دقه ابو ريحه تجنن، طبق المخلل اللي هو الزيتون المخلل والليمون المخلل، وطبعا شرايح من الليمون لو عايزين نعصر عليه ليمون، البصل الاخضر. ما تنسوش بقى تعملنا لايك وشير واشتراك في القناه، وان شاء الله تجربوا الوصفه ديت وتدعوا لي من قلبكم. خلصت الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله.